رسميا المنتخب الياباني يخرج من المنتخب الألماني برع المونديال. يلا برع في مجموعة مجنونة جدا. المجموعة الخامسة أكيد الكل توقع تأهل إسبانيا وألمانيا بكل سهولة في هذه المجموعة، ولكن الحقيقة كانت العكس. المنتخب الإسباني تأهل بشق الأنفس. شوفوا هذه اللقطة يا جماعة، في إحدى لحظات المباراة المنتخب الياباني والكوستاريكي كانوا متأهلين. أنت تتخيل شو يحصل؟ هذه المجموعة والله العظيم اللي ما تابع فيها مباريات أمس راحت عليه متعة غير طبيعية. العالم كله كان مستغرب من هالشيء اللي كان يحصل في المجموعة. في النهاية المنتخب الياباني بينتصر على المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1 بعد ما كان خسران في الشوط الأول بنتيجة 1-0. والله المنتخب الياباني فازوا على أقوى منتخبين في هذه المجموعة، بس للأسف ما أعرف بشكل غريب خسروا ضد كوستاريكا، ولكن أهم شيء هو التأهل يا حبيبي. المنتخب الياباني بالنسبة لي أعتبر الحصان الأسود إلى الآن في هذه البطولة. تعودنا على مرجلة اليابان في الأنمي، والآن أثبتونا في أرضية الملعب كيف أقصوا الألمان. باي 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 باي، يلا شيل حقائبك. يلا يا روديجر، وين رايح؟ وين رايح يا روديجر؟ وين رايح يا روديجر؟ رايح على المطار يا روديجر. يلا مع السلامة انت وتوماس مولر، انت وملابسك هذه. يلا مع السلامة يا مولر. يلا. أكثر منتخب مستفز، والعالم كلها كانت تتمنى يخرج المنتخب الألماني. والله بيستاهلوا، هم جابوا هذا الكلام لنفسهم. يستاهلوا من أنهم ما يفكروا بكرة القدم. أي واحد يفكر بخارج كرة القدم يبلع وياكل كندرة يطلع برا. والله ألف مبروك للمنتخب الياباني والمنتخب الإسباني، خاصة المنتخب الياباني. أريغاتو غوزايماس على الفوز الأسطوري أمام المنتخب الإسباني.